والتنسيق العالي والاستقرار السياسي، كتير استقرار سياسي باعتقال كل المعارضين وزجهم في السجون، وإنهاء المعارضة اللي موجودة في سوريا واتجاه تركيا إلى بلد الشمولي الذي يرأسه الشخص الواحد والحزب الواحد والفكر الواحد. لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا التحالف الدولي ولا فرنسا ولا بريطانيا ستتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية، هذا انسوها. راح يكون لهم ضمان مثل قوات البيشمركة الموجودة في شمال. 3. توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، وهذا الشرط الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية على أحمد الشرع. مرفوع أردموه. سنمهد لاتخاذ قرارات مهمة في قمة الناتو 2026 بأنقرة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنهم سيمهدون الأرضية من أجل اتخاذ قرارات مهمة في قمة حلف الشمال الأطلسي في أنقرة. كورونا مرحة قفار شينتين. جاء ذلك في كلمة الرئيس التركي بعد رئاسته للاجتماع الحكومي يوم الاثنين، وقال الرئيس التركي سنمهد الأرضية لاتخاذ قرارات مهمة بقمة الناتو العام المقبل في أنقرة. وأعرب أردوغان عن سعادته بالتقدم الذي تم تحقيقه خلال فترة قصيرة بشأن الجهود الرامية إلى جعل تركيا خالية من الإرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده لن تتسامح مع أي تحرك يستهدف أمنها القومي. وأنا بأيدك طبعا، لأنه باكك راح ينرفع من قوائم بالإرهاب، وأساسا هو حل نفسه، فما ضل شيء من هذا. أما الجيريلا هذا أمر مختلف، لأنه هذول جماعة يعتبرون حركات تحرر عالمية وليسوا إرهابيين. وأشار إلى نجاح النظام الرئاسي في تركيا خلال السنوات السبع الماضية في التعامل مع الأزمات مثل الأوبئة والكوارث والحروب من خلال سرعة اتخاذ القرار، وهذا ما شفناه فعلا في الزلزال الأخير اللي حصل قبل عامين في تركيا. واتخذت تركيا خطوات سريعة جدا، ولم تعد الأعمار نهائيا، ولا بنت بيت واحد نهائيا، ولا أي شيء. والتنسيق العالي والاستقرار السياسي، كتير استقرار سياسي باعتقال كل المعارضين وزجهم في السجون، وإنهاء المعارضة اللي موجودة في سوريا واتجاه تركيا إلى بلد الشمولي الذي يرأسه الشخص الواحد والحزب الواحد والفكر الواحد. وابتعاد عن التدخلات الخارجية، غصبا عنك بدك تنسحب من كل التدخلات الخارجية، سواء في شمال أفريقيا وفي سوريا وفي كل مكان. كما أعرب الرئيس التركي عن سعادته حيال التقدم الذي أحرزته تركيا في رؤية المتمثلة بتركيا خالية من الإرهاب. وأكد أردوغان أنه في ظل الانقسامات التاريخية التي يشهدها النظام العالمي، يعني أنت مدرك أن هناك انقسامات تاريخية يشهده النظام العالمي الجديد، ينبغي على المؤسسات السياسية أن تعمل أيضا انطلاقا من دور تركيا المركزي. هذا أنت واهم فيه جدا، لأنه انتهى دور تركيا المركزي المتعلق أساسا بموقعها الجيوسياسي، وهذا كله تصريحات تافهة وليس لها أي قيمة، وهي موجهة للداخل التركي، خصوصا أنه باستطلاعات الرأي الأخيرة اللي حصلت في تركيا، لو حصلت الانتخابات الآن سيخسر أردوغان وحزبه الانتخابات بفارق كبير جدا. الآن استطلاعات الرأي اللي قامت فيها جميع المنظمات والمؤسسات الإعلامية في تركيا، لو حصلت انتخابات سيكون خسارة أردوغان وحزبه خسارة بفارق كبير جدا، ما بيجيب 20 نقطة أمام طبعا إمام أوغلو. طبعا هو يحاول القضاء على المعارضة الآن بتسليم كليشدار أوغلو زعامة حزب الجمهوري، وهذا راح يقزم الحزب المعارض وراح يبعد الزعماء المنافسين لأردوغان واللي استطلاعات الرأي
أظهرت بأنهم متفوقين بفارق كبير جدا على أردوغان، وتحويل الحزب الجمهوري إلى حزب طائفي يضم فقط العلويين، واتجاه تركيا إلى الدولة المركزية الشمولية، وجميع صلاحياتها تكون بإيد رئيس الجمهورية. طبعا اليوم كان في اسطنبول أيضا مظاهرات لأنصار جهبي، وحصل فيها مشاحنات من قبل الإسلاميين والقوميين، وصار صراع وضرب كبير. أعتقد أنه خلال الأيام القادمة هذا سيشجع الجمهوريين أنه يخرجوا أكثر، ويؤدي بتركيا إلى صدامات كبيرة جدا ما بين أنصار الفئتين. طبعا أنصار الجمهوريين يزداد يوم ورا يوم، وخصوصا بعد اعتقال إمام أوغلو. فالبوادر واضحة أنه بدأت التحركات اللي كنا نتحدث فيها بشكل واضح. قلت لكم أنه راح تبين رويدا رويدا، والشق الكبير الضخم اللي موجود في الشارع التركي راح يكون واضح خلال الفترة القليلة القادمة. طبعا الضغوط الاقتصادية كلما زادت، ويبدو أنها ستزداد بشكل عميق جدا على تركيا، وكمان كلما ازدادت الحروب أيضا اللي تقوم فيها إسرائيل، مثل على إيران أو على سوريا أو على جنوب لبنان أو على أي حروب في الشرق الأوسط، تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي بشكل غير مباشر طبعا. فالحروب هاي كلياتها تزيد المخاوف عند المستثمرين الأجانب اللي بيستثمروا في تركيا، واللي ينسحب قسم كبير منهم من داخل تركيا حقيقة. وأيضا غياب الشفافية بالأحكام القضائية والمحسوبيات اللي موجودة في تركيا بالنسبة لرجال الأعمال اللي مقربين من أردوغان وحزبه، أيضا يلعب دور كبير جدا بانسحاب أغلب الشركات الأجنبية التي كانت تستثمر في تركيا. خلال الفترة القادمة مع ضرب موسم السياحة راح تزداد الأمور سوءا. الخريف القادم راح يكون خريف صعب جدا على تركيا، خصوصا راح يبلش من نهاية الشهر التاسع بداية الشهر العاشر إلى الشهر ال12، اللي راح تبين فيها أمور كتير، خصوصا المتعلقة بالاقتصاد التركي والأزمة الخانقة اللي راح تعيشها تركيا. طبعا بدنا نرجع للموضوع الأساسي تبع اليوم، واللي بدنا نتحدث فيه ماذا يجري في الكواليس بالمفاوضات ما بين إسرائيل وأحمد الشرع، وأيضا رفع العقوبات الأمريكية والشروط الأمريكية اللي تحدثنا عنها ال8. وشو معنى الآن رفع العقوبات؟ هل وافق على أحمد الشرع على جميع الشروط الأمريكية لحتى ترفع عنه العقوبات؟ هل هناك تقدم في المفاوضات ما بينه وما بين إسرائيل؟ شو هي شروط أحمد الشرع اللي حاول فيها مع الإسرائيليين؟ وشو هي شروط الإسرائيلية؟ هذا أمر سنتحدث عنه بشكل موسع اليوم. طبعا ما بدي أذكر بالشروط ال8 اللي تحدثت عنها قبل شهور، وهي الشروط الأمريكية بشكل موسع، لكن رح نذكر الشروط الهامة والأساسية اللي كانت موجودة. واليوم بشكل مباشر يكشف ترامب عن بعض أجزاء عن تلك الشروط اللي ما نشروها في الإعلام نهائيا، لكن تم الحديث عنها من قبل المحللين الاستراتيجيين اللي موجودين على مستوى العالم فقط. طبعا الخبر اللي ورد من البيت الأبيض، وبعدين نعلق على الأمور كلها. ترامب يوقع على رفع معظم العقوبات الأمريكية عن سوريا بشروط محدودة. إذن ترامب يقوم برفع العقوبات عن سوريا لكن بشروط. طبعا
موجودة على موقع البيت الأبيض الخبر، ويمكن متابعته بكل سهولة، وراح أحط لكم الرابط أيضا تبعه باللغة الإنجليزية في صفحتنا في صفحة التليجرام، شبكة سوريا مباشر SLN، اللي على مدار الساعة تنقل الأخبار على مستوى العالم كلياته. يقول الخبر: في خطوة تاريخية، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 30 يونيو 2025 أمرا تنفيذيا برفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتولي أحمد الشرع رئاسة الحكومة الانتقالية. وهنا اسمها الحكومة الانتقالية حسب تصريح البيت الأبيض. طبعا الهدف دعم استقرار سوريا، تشجيع إعادة الأعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية لإعادة بناء البلاد. طبعا احنا تحدثنا مطولا خلال الفترة اللي فاتت عن الشروط الأساسية لجلب الاستثمارات الأجنبية، وتحدثنا عن نزاهة القضاء، هذا أمر كبير جدا، استثمار في البنية التحتية أمر هام للغاية طبعا، والعنصر الثالث الهام جدا جدا هو الأمان، لأنه كل هذه الشركات اللي بدها تجي تستثمر تحتاج إلى بيئة آمنة لا تستطيع أنه تستثمر فيها. طيب، الإبقاء على العقوبات ضد بشار الأسد وأفراد نظامه المتهمين بجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان. استمرار العقوبات على الجماعات الإرهابية مثل هيئة تحرير الشام وغيرها من التنظيمات المصنفة إرهابيا. إذن يقول البيت الأبيض: استمرار العقوبات على الجماعات الإرهابية مثل هيئة تحرير الشام، هذا أمر هام للغاية، وجميع التنظيمات المصنفة على لوائح الإرهاب. مكافحة تجارة المخدرات والكيانات المرتبطة بالأسلحة الكيماوية من خلال الإبقاء على العقوبات المفروضة عليها، يعني المتهمين بتجارة المخدرات راح تبقى عليهم العقوبات، والكيانات أيضا اللي حاولت تهريب بعض الأسلحة الكيماوية للنظام البائد نظام بشار الأسد أيضا ستبقى عليهم العقوبات. مراجعة وزارة الخارجية الأمريكية لتصنيفات بعض الجماعات والأفراد الإرهابيين لتحديث القوائم حسب التطورات، يعني وزارة الخزانة الأمريكية ستقوم بإعادة دراسة بعض الملفات للتنظيمات الإرهابية والشخصيات اللي موجودة وتعود تقييمها. طبعا مسألة وزارة الخزانة الأمريكية لا يصدر منها القرارات بالسهولة اللي بيفكرها الإنسان، يعني مثل الأنظمة العربية وزير الخزانة الأمريكية وقع على شغلة، لا يستطيع وزير الخزانة الأمريكية اتخاذ أي قرار إلا بصدوره بعد الكونغرس من الكونغرس، وتحدثنا أنه الكونغرس ما بيطلع منه قرار بالسهولة، يعني أي قرار بده يطلع من أصعب مؤسسة موجودة في العالم كلياته، وآلياتها صعبة جدا. أي عضو في الكونغرس الأمريكي يستطيع الاعتراض على مشروع أي قرار، يحتاج رفع أي قرار كان من الكونغرس بشكل عام، أي قرار كان، إجماع كامل من أعضاء الكونغرس والمؤسسات المرتبطة بأولئك الأعضاء، فتقدم مشاريع طويلة وتحتاج مناقشات وأدلة ومؤسسات حقوقية ومالية وغير ذلك، لحتى أنه يستصدر أي قرار من الكونغرس الأمريكي، باستثناء مسائل الحروب والمسائل الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي، هذا يتم بشكل سريع وعاجل. أما قرارات رفع العقوبات على أي دولة أو كيان كانت، وشفنا نحن أدلة أو أمثلة عديدة في العالم حصلت قبل الآن، كانت دائما الرئيس حتى لو يستصدر قرار برفع العقوبات وتحويله إلى الكونغرس الأمريكي يعاد إلى الرئيس مرات ومرات ومرات. طبعا هنا بالحالة سوريا ما أقصد فيها هيك، لا ما أقصد فيها، لأنه هلا راح أعطيكم التفسير السياسي لمسألة رفع العقوبات. دعم الحكومة الانتقالية. إذن الحكومة الموجودة في سوريا الآن هي عبارة عن حكومة انتقالية بقيادة أحمد الشرع، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وإعادة الأعمار في المناطق التي تسيطر عليها، فقط المناطق التي تسيطر عليها. شوف،
تصريح واضح للغاية. شو بيقول لك؟ وهذا من موقع السفارة عفوا البيت الأبيض، ادخلوا عليه وتأكدوا من المعلومات. دعم الحكومة الانتقالية الجديدة. إذن هناك حكومة انتقالية في سوريا بقيادة أحمد الشرع. سوف تزول هذه الحكومة الانتقالية وتتحول إلى حكومة ثابتة شرعية يعني بعد فترة. دعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة أحمد الشرع وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وإعادة الأعمار في المناطق التي يسيطر عليها. طيب المناطق التي لا يسيطر عليها أحمد الشرع مختلفة التعامل معها. الالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان من قبل الحكومة الجديدة. طبعا تصريحات ترامب كانت أيضا واضحة: محاسبة المجرمين، محاسبة من قام بانتهاكات ضد حقوق الإنسان، خصوصا الأحداث اللي حصلت في الساحل، واللي ما شفنا إلى الآن أي بادرة من أحمد الشرع. طبعا هاي كلها المنظمات الحقوقية سنقوم بتقديم تقارير إلى الكونغرس الأمريكي، والكونغرس الأمريكي كل 6 أشهر سيعود تقييم العقوبات اللي مفروضة على سوريا، وهل التزمت الحكومة اللي موجودة في دمشق بقيادة أحمد الشرع بالمعايير الدولية اللي وضعت له أم لا. هذا أمر أيضا لا يعلمه كثير من الناس، ومفكرين إنه الشغلة خلاص رفع العقوبات وانتهى وكذا ويلا يا شبابي للقتل والإجرام وخلينا نصفي كل الناس اللي موجودة في سوريا وهوبر، يعني هيك فهماني، وانتصرت بني أمية. تصريح وزارة الخارجية الأمريكية هام للغاية على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أيضا. وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد التزامها بتغيير الشرق الأوسط لتحقيق السلام. شلون هيك؟ إذن في تغيير قادم للشرق الأوسط كلياته لتحقيق سلام. سلام مع مين؟ شلون؟ هل هو يقصد فيه فقط إسرائيل والدول العربية وغيرها، ولا يقصد فيها كل المشاكل الموجودة في الشرق الأوسط كله؟ أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي يوم الاثنين 30 يونيو 2025 التزامها المستمر بالعمل على إحداث تغيير إيجابي في منطقة الشرق الأوسط بهدف أن يعيش الناس في سلام وأمان. طيب كيف بده يعيش الناس بسلام وأمان في شعوب كثيرة عندها مشاكل ولديها حقوق وتطالب فيها، وفي شعوب أخرى أو خلينا نقول حكومات كثيرة هاضمة حقوق شعوب كثيرة في الشرق الأوسط. وجاء في البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم جهود وقف إطلاق النار، معبرة عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى تهدئة مستدامة في المنطقة. وأشار البيان أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي ملتزم في الاستمرار في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة. هذه التصريحات تأتي في إطار الدور الأمريكي الفعال في الوساطة بين الأطراف المختلفة سعيا لتحقيق سلام شامل ومستدام في الشرق الأوسط. وهنا بدنا نتحدث عن السلام الإسرائيلي السوري، واللي بنشوف نحن التقارير الأخبارية بشكل كبير جدا توضح أنه ربما يكون في الأيام القليلة القادمة توقيع اتفاقية اللي أنا راح أسميها انهزام، نعم، من قبل سوريا لإسرائيل، وهي فعلا اتفاقية انهزام بالمفاهيم السياسية. اتفاقية انهزام لأنه برجع بكرر كلام ما لم يقدمه المجرم حافظ الأسد والمجرم بشار الأسد من بعده خلال 54 عام، ويضيف له كمان 15 عام أو 10 أعوام لحزب البعث، المنظومة الحاكمة اللي كانت موجودة في سوريا في 70 عام يقدمها أحمد الشرع بطبق من ذهب لإسرائيل. وما تجرأ لا حافظ الأسد ولا بشار الأسد أنه يقوم باتفاقية بهذا الشكل. وليه؟ مو لأنه حافظ الأسد وبشار الأسد أفضل، لا، هم مجرمين ومجرمين حروب، لكن ما تجرؤوا أبدا أنه يوقعوا هيك اتفاقية مع إسرائيل. طبعا هنا مو معناها أنه أنا ضد الاتفاقية أو معها، أنا هنا أفسر التفسيرات السياسية من وجهة نظري
الخاصة للمرحلة التاريخية اللي حصلت بالفترة اللي فاتت كلها. احنا نذكر اتفاقيات، مو اتفاقيات، أو خلينا نقول مفاوضات جنيف اللي حصلت عام 1992 في جنيف برعاية بيل كلينتون بين حافظ الأسد وشمعون بيريس، واللي كانت على وشك أنه يوقعوا اتفاقية سلام، وكانت إسرائيل مستعدة للتنازل عن هضبة الجولان. حصل خلاف في آخر الاتفاق على كانت الحجة أجهزة الإنذار المبكر اللي طالبت إسرائيل أنه تكون موجودة في هضبة الجولان، وتكون هضبة الجولان خالية من السلاح سواء كانت سوري أو إسرائيلي حتى. وهنا كان موافق حافظ الأسد على هذا الموضوع، لكن الروس منعوا ذلك الاتفاق، وحافظ الأسد انسحب من مفاوضات السلام في جنيف وقتها، وفشلت المفاوضات. الآن حسب وجهة نظري الخاصة هنا، وراح تتأكدوا منها تماما، هناك كان مطالب للشرع هامة للغاية. شرع طلب من الإسرائيليين أنه يوقعوا اتفاقية سلام بشرط أنه يكون في سيادة نوعا ما لسوريا على الجولان، نوعا ما مشتركة، وتعود إسرائيل لحدود عام 1974 واتفاقية وقف إطلاق النار، وتعود قوات اليونيفيل تفصل ما بين الطرفين. الإسرائيليين رفضوا طبعا، وما في نقاش بهذا الموضوع نهائيا. وطلب أحمد الشرع أيضا أنه إسرائيل تتوقف وما تتعامل مع الأقليات اللي موجودة في سوريا، وتتعامل مع الحكومة السورية بشكل مباشر، يعني لا سويدة ولا دروز ولا كرد ولا علويين ولا غيره ولا غيره. طبعا هون الإسرائيليين رفضوا بشكل قاطع، وأجبروا أحمد الشرع على الاتفاقية تبعيته اللي موجودة حاليا، أو المطالب الإسرائيلية. طبعا بغض النظر عن المطالب اللي تحدثنا عنها الثمانية إنه من الأمريكان، هلا هو أنا بدي أربط المطالب الأمريكية بالإسرائيلية، لأنه الأمريكان مثل ما بيقولوا عطت المبادرة للإسرائيليين، يعني كان في 8 شروط على أحمد الشرع لازم يطبقها لحتى ترفع عنه العقوبات ويتم قبوله في المجتمع الدولي والتمهيد لأنه يحصل على شرعية دولية. 8 شروط هاي تحدثنا عنها بشكل طويل وقتها، لكن أنا بدي أذكر الشروط المتعلقة بإسرائيل والمنظمات الفلسطينية. طبعا واحد، الاعتراف بحركة حماس حركة إرهابية، طرد كل المنظمات الفلسطينية من الأراضي السورية. 3، توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، وهذا الشرط الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية على أحمد الشرع. طبعا موضوع الأقليات وموضوع المواضيع اللي حكيناها كلياتها، هذيك المواضيع نحطها على جنب حاليا نتحدث فيها. أحمد الشرع قادر أنه يطبق بكل سهولة طرد المنظمات الفلسطينية، ويعتبر حركة حماس هي حركة إرهابية وقادر يقوم بهذا. لكن هناك الاتفاقية السلام هي مو متعلقة بأحمد الشرع وحده، لا، متعلقة بماذا تريد إسرائيل. هنا المهم في الغاية، يعني مو انه تعال وقع اتفاقية، روح وقع اتفاقية سلام مع اسرائيل والورق جاهز واسرائيل وهنا انت وقع انا وقع خلصنا من الموضوع. لا، الموضوع هنا القوة صارت بإيد إسرائيل، وحطت الولايات المتحدة الأمريكية القوة كاملة بإيد إسرائيل. إسرائيل بدها الجنوب السوري منطقة عازلة ما في سلاح أبدا، يكون مسيطر عليه هي فقط إسرائيل ومراقب منها. التنازل عن الجولان بشكل رسمي إلى الأبد، انتهى هذا الموضوع. التعامل مع الأقليات اللي موجودة في سوريا بشكل مباشر. 3 شروط الإسرائيلية. الأول، تنازل عن جولان بشكل نهائي وإلى الأبد. 2،
المناطق اللي دخلت إليها إسرائيل بعمق 15 إلى 25 كيلومتر تكون تحت الإشراف الإسرائيلي وما بتنسحب منها قواعد دائمة، قواعد دائمة للإسرائيليين فيها ومراقبتها. 3 التعامل مع الأقليات، التعامل مع الأقليات بشكل مباشر، يعني ما بتتدخل الحكومة السورية في تعامل إسرائيل مع الأخوة الدروز والأخوة العلويين وأيضا حتى شرق الفرات والكرد. الطلب الرابع هو أهم طلب وهذا متعلق في الخارج، اللي هو من شقين أيضا. ممنوع على أي دولة خارجية وعلى رأسهم تركيا بناء أي قواعد على الأراضي السورية. شرط إسرائيلي صريح. والشرط الخامس اللي هو المتعلق بالتسلح، ممنوع على الحكومة السورية والجيش السوري التسلح بأي أسلحة ثقيلة أو مضادة للطيران أو مضادة للصواريخ. يعني هنا صار عندنا كم شرط؟ صار عندنا 5. صار عندنا 5 شروط أساسية بالنسبة للإسرائيل اللي طالبها من أحمد الشرع مقابل تعويم أحمد الشرع والقبول فيه بالمجتمع الدولي. طرد الأجانب هو مطلب أمريكي، لكن ما يخص إسرائيل طبعا من طرد الأجانب منها. هلا طرد الأجانب هو مطلب أمريكي. الشروط الأمريكية 8 واضحة جدا. الشروط الأمريكية واضحة جدا، يعني طرد الأجانب، وشفتوها اليوم كررها ترامب أيضا بخطاباته، كررها. طرد الأجانب، مسألة نبذ الإرهاب ومحاربتهم. 2 محاسبة كل المجرمين. وتجي المسائل المتعلقة بإسرائيل، هنا اللي المهمة للغاية. برجع بكرر ال5 شروط الإسرائيلية، وهنا أنا أتحدث عن الشروط الإسرائيلية وليست الشروط الأمريكية مشان تفهموا. أنا أتحدث عن محادثات السلام ما بين إسرائيل وأحمد الشرع، ولا أتحدث عن الشروط الأمريكية. وفي شروط الفرنسية المختلفة أيضا، في شروط فرنسية كمان، نسيتوا أنه هو راح على فرنسا وألقوا كله رامي شروط على أحمد الشرع ولازم تطبيقها. الشروط الأوروبية اللي هي متمثلة بالشروط الفرنسية والشروط الأمريكية، وهناك الشروط الإسرائيلية. طبعا هنا ال5 شروط المهمة اللي أتحدث عنها، مو شروط إسرائيلية طويلة جدا متعلقة بالمياه، متعلقة بالحدود، متعلقة بأمور كثيرة بالساحل، بالرسم الحدود ما بينهم وما بين إسرائيل، الحدود البحرية. هذا كله ما بدي أحكي عنه. بدي أحكي عن ال5 شروط الأساسية اللي متعلقة فينا نحن أيضا، اللي هي أول شيء تنازل عن الجولان بشكل رسمي أمام المحافل الدولية. 2 إقامة شريط أمني يخص إسرائيل بعمق 15 إلى 25 كيلومتر في الأراضي السورية الجنوب كلياتها، وهذا هام للغاية. 3 من حق إسرائيل أنه تتعامل مع أي مكونات من الشعب السوري من دون الرجوع إلى الحكومة السورية. وهنا يعني سوريا لا مركزية، هنا يعني سوريا لا مركزية. يطلب من أحمد الشرع بأن تكون سوريا لا مركزية. بس أنا ما بدي أعمق بالحديث بهذا الموضوع كتير. 4 منع أي قواعد أجنبية على الأراضي السورية وعلى رأسها تركيا، وإدخال أي منظومات دفاع جوي لدول خارجية إلى داخل سوريا. 5 مسألة تسليح الجيش السوري، ممنوع على سوريا أن تتسلح. نعم، وعندما سقط بشار الأسد قامت إسرائيل بقصف كل الدفاعات الجوية السورية ومن دون اعتراض أي أحد موجود في العالم. 500 طلعة جوية تم تدمير كل القواعد والأسلحة للجيش السوري اللي كان تابع لبشار أسد وقتها، وهم عرفانين تماما أنه راح يجي هذا الوقت، وبعدين يقولوا له أنت ممنوع تشتري سلاح، ممنوع تتسلح نهائيا.
طبعا يهم إسرائيل بشكل كبير جدا أنها تتعامل مع فيدراليات في سوريا. هنا فيدراليات وليست كونفدراليات. حتى لو كانت كونفدراليات طبعا أفضل لسه، بس هي أقل الأمور تكون فيدراليات في سوريا. وهذا المطلب يمثله المطلب المتعلق بأنه تتعامل مع الأقليات والمكونات السورية بشكل مباشر. وهذا هي المطالب اللي مطلوبة منه. طبعا هلا هنا بدنا نجي لدراسة أنه هل يستطيع أحمد الشرع تنفيذ كل هذه المطالب؟ الحمل ثقيل جدا على فكرة، الحمل صعب جدا. طبعا هنا بدنا نستذكر كل اتفاقيات السلام اللي حصلت ما بين العرب وإسرائيل، شو كان نتيجة أو ثمنها. في عام 1974 تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد ما بين أنور السادات وإسرائيل. وقتها دفع ثمنها ماذا؟ أنور السادات ثمنها حياته، لقامت التنظيمات الإسلامية باغتياله في عرض عسكري كان في القاهرة. حصل بعدها بسنوات أيضا اتفاقية كامب ديفيد مع ياسر عرفات أبو عمار، وكانت النتيجة أيضا تقريبا تخلص منه لما كان محاصر وأمور وكذا. وحتى إسرائيلية نفسها اللي تخلصت منه، وتم إنتاج حركة حماس وقتها اللي كانت مضادة أساسا لإسرائيل. شوفوا اللعبة وين، يعني بتوقع معاك وبتعمل لك معارضة، تاخذ اللي بدها إياها وبعدين بتعمل لك أنت المعارضة مشان أنت اللي بتطلع خاين. وهذا عملته مع أنور السادات، وطلع أنور السادات قدام الشعوب العربية كلها خاين، مع أنه أنور السادات كان من أنزه وأفضل رؤساء العرب اللي مروا على التاريخ العربي كلياته. وهذا ما حصل مع عرفات أيضا، باستثناء اللي حصل مع الملك حسين باتفاقية وادي العرفة على الأردن، لأنه ما كانت كتير كبيرة المنطقة وكذا. وهي حافظ الأسد ما قدروا أنه يدخلوه بنفس اللعبة السياسية. هل يا ترى أحمد الشرع راح يكون مصيره مصير أنور السادات؟ هل ستنقلب عليه جميع الحركات الإسلامية بعد أنه يوقع مع إسرائيل ويعتبروه هو الموقع مع اليهود، يعني حتى مو مع الصليبيين حسب مفهومهم هم؟ الموقف ليس بالسهولة. هل يستطيع أحمد الشرع القضاء على كل الحركات الإرهابية وطرد المقاتلين الأجانب؟ وكلام اللي طلع قبل فترة من السفير الأمريكي باراك، واللي قال أنه أمريكا موافقة على دمج بعض المقاتلين الأجانب في أحمد الشرع، تم رفضه من إسرائيل بشكل قاطع. فما عاد في حديث على قبول 3500 أوغري في الجيش السوري. وتم استدعاء باراك مباشرة بعد هذاك التصريح إلى تل أبيب وقابل نتنياهو، تتذكروا؟ أكل بهدلة من نتنياهو وقطعوا الحديث عن هذا الموضوع بشكل نهائي وقطعي. اليوم يجدد ترامب مرة أخرى المطالب بطرد المقاتلين الأجانب. هنا نقطة اختبار هائلة جدا لأحمد الشرع. هل يستطيع أحمد الشرع تجاوز كل هذه العوائق؟ أنا أعتقد صعب جدا. أنا أعتقد صعب جدا وجدا أيضا. هل يستطيع أحمد الشرع طرد الأتراك؟ هلأ هنا في نقطة هامة للغاية جدا، أنه إسرائيل تدفع بأحمد الشرع للمواجهة مع الأتراك. نعم، إذا وافق أحمد الشرع على كل هذه الشروط راح يصير صدام ما بينه وما بين الأتراك. هنا راح يكون في ترتيبات جديدة اللي هي 3B اللي تحدثت عنها. أول شيء يتم ضرب الكتائب اللي محسوبة على تركيا بمساعدة إسرائيل وقصدوا التحالف الدولي، لكن هذا راح يبين بعد فترة قصيرة مو الآن.
رح يبين بعد فترة قصيرة، أو يعود ويسلم أحمد الشرع مفاتيح خيبر ويعلن إنه هو ما بيقدر ويستقيل. يعني ممكن إنه يطلع ويستقيل ويقول لك أنا ما بقدر على كل هاي الأمور هاي لحالي. ما أعتقد هذا طبعا، هذا مستبعد بشكل كبير جدا. رح ياخذ المواجهة لأنه الهدف تبعه مجيئه إلى السلطة هي لهاي الأهداف اللي تحدثنا عنها. فهؤلاء المطبلين والمزمرين مو عرفانين أساسا إيش يحق لسوريا وإيش يحق للمنطقة كلها. قبل 3 أيام جدد أحمد الشرع اتفاقية البترول مع قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية لمدة 3 أشهر، ورفضت الإدارة الذاتية تجديد اتفاقية القمح مع أحمد الشرع. وأحمد الشرع بيتعامل مع الإدارة الذاتية كحكومتين أبدا. حتى المحروقات والبترول عم بيشتريها شراء، ما عم يعني إنه جاية ببلاش أو للحكومة أو كذا، لا، عم بيشتريها مثله مثل أي طرف آخر. بس هاي الأمور كلها غير معلنة. بنشوف نحن تصريحات من هنا ومن هناك من بعض القادة المحسوبين عليه مشان يهدئ الشارع السوري، وهذا أمر أنا بفهمه. يعني لما بيطلع محافظ مثلا مثل محافظ دير الزور ويتحدث انه هناك فرقة جاهزة وكذا ونجهز بدنا نقاتل قسد وهاي، هو عرفان لا هو ولا نظامه اللي موجود ولا فرق تبعيتهم تستطيع أن تحارب قسد. وهذا أمر خارج الخيال بصراحة، يعني لأنه التحالف الدولي الاعتماد الأساسي على قوات سوريا الديمقراطية. وتأكيدا لذلك كانت تصريحات السفير باراك لوكالة الأناضول امبارح اللي كتير ما فهموها، اللي قال لك نحن مع اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع الجيش السوري الجديد. طيب وين الجيش السوري الجديد؟ مين يقصد الجيش السوري الجديد؟ وتعاملنا راح يكون مع الدولة السورية فقط. مين هي الدولة السورية؟ أكيد مو هي الحكومة المؤقتة الآن اللي بيسموها مؤقتة، أكيد الحكومة القادمة في سوريا، أكيد الجيش الذي سيبنوه مستقبلا، مو هذا الجيش المجاهدين الأجانب. كتير ما فهموا المسألة هاي. أمريكا لا تشجع على تقسيم سوريا بشكل قطعي، أمريكا تشجع على سوريا لا مركزية ويكون فيها قوات قسد مندمجة مع الجيش السوري، يعني جزء منها. مو كلمة مندمج يعني جزء من الجيش السوري المستقبلي، لكن له خصوصيته كيانه الواحد اللي هو في شرق الفرات. هذا اسمه الاندماج، اللي ما قادرين يفهموا شو معنات الاندماج. لو قايل حل قوات سوريا الديمقراطية وانضمامها إلى الجيش السوري كأفراد، هذا أمر خطير يختلف تماما الحديث هذا. لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا التحالف الدولي ولا فرنسا ولا بريطانيا ستتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية، هذا انسوها. راح يكون لهم ضمان مثل قوات البيشمركة الموجودة في شمال العراق. الحديث اللي بيدور كلياته حديث طبيعي وعادي جدا ومتعلق بالدولة السورية، لكن مو هاي الحكومة اللي موجودة. وهنا بدنا نفرق بشكل كبير جدا، ودائما كنت أتحدث عنه حتى في أيام بشار الأسد وقتها. يجب التفريق ما بين الدولة السورية والنظام السوري. هنا أمر هام للغاية. الدولة السورية شيء والسلطة الحاكمة شيء آخر تماما. هل ستنجح السلطة الحاكمة الحالية اللي موجودة وتطبق كل الشروط المطلوب منها أمريكيا وأوروبيا، أم سيتم استبدال السلطة السورية وليس الدولة السورية؟ ديروا بالكم، لأن الدولة السورية شيء مختلف تماما. فعندما يتحدث الساسة الأمريكيين هم يقصدون فيها الدولة السورية وليست السلطات اللي موجودة على الحكم الآن. وهذا الفارق اللي ما عم بيفهموه أغلبية الناس. أنا أعتقد شخصيا أنه أحمد الشرع سينجح. ليش؟ لأنه بده يتوجه بالأخير إلى الدولة الزرقاء وإلى قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لحتى يساعدوه ويثبتوه.
بالنهاية راح يكون هيك. طبعا مثل ما قلنا لكم تطبيق الشروط كلياتها يعني خروج الأتراك من المعادلة بشكل هام للغاية. شوفوا خلال الفترة اللي فاتت كلياتها ما استطاع الأتراك تنفيذ أي شيء من اللي كانوا يتحدثوا فيه أول ما سقط بشار الأسد. المشاريع، الجيش، القواعد العسكرية، الاتفاقيات، كل ما تم نهائيا ولا شيء منهم نهائيا، لأنه مباشرة أبلغوا أحمد الشرع أنه ممنوع توقع مع الأتراك أي اتفاقيات، لا ترسيم ما طلع أول شيء بالبداية ترسيم الحدود البحرية، بناء سكك حديد، بناء محطات توليد طاقة كهربائية، مشروع الباصات، مشروع ما بعرف البنية التحتية، الأراضي، الكزل، إعادة الأعمار، كلياته ولا شيء من هذا كلياته تم تطبيقه، ومنعوا أحمد الشرع نهائيا أن يوقع أي اتفاقيات باستثناء اتفاقيات اقتصادية بسيطة جدا، ولا توليد طاقة كهرباء 200 ميجا 200 كذا شغلات هيك، مشاريع وهمية بالأساس، ولا أي شيء آخر. قطاع المصرفي كان يتحدث فيه أردوغان أن البنوك التركية راح تتحول إلى سوريا ويبلشوا أمور، حتى هذا عادي جدا لأنه هاي كلها شركات خاصة وكذا، ويقدروا أي بنك في العالم بيروح بيعمل له فروع في سوريا، وهذا من حق أي دول، يعني ما أنه هذاك الشغلة. لكن إلى الآن لم تسمح إسرائيل لأحمد الشرع بتوقيع ولا اتفاقية مع تركيا، لأنه هناك ترتيبات جديدة. أول شيء ننهي طبقة السلام والأمور اللي بيناتنا، وبعدين روح سوي اللي بدك إياه بهاي الطريقة بكل وضوح. ممنوع توقع مع أي مكان في العالم قبل أنه تنهي لنا كل الأمور المتعلقة فينا ونخلص منها، وبعدين روح سوي اللي بدك إياه. بعدين جيب شركات أعمار، جيب بنوك، شو ما بدك تسوي سوي. شوف توقيع ترامب على رفع العقوبات مع الأخبار المتداولة والمسربة بشكل كبير جدا على أنه هناك اتفاقية سلام ما بين سوريا وإسرائيل. هذا شو بيعطي انطباع؟ بيعطي انطباع بأنه أحمد الشرع تقريبا موافق على كل الشروط الإسرائيلية، فسبقهم الاعتراف الأمريكي برفع العقوبات. أمر هام للغاية. طيب هلأ أنا بدي أسأل سؤال، هل من مصلحة تركيا بأن يوقع أحمد الشرع اتفاقية سلام مع إسرائيل؟ لو تستطيع تركيا أن تمنع أحمد الشرع من التفاهم مع الإسرائيليين، كان راح تتردد تركيا، وتركيا هي بتقول لك إسرائيل، وكل يوم طالعة بتسب على نتنياهو وبتسب على دولة إسرائيل وتدعم غزة، وهي مو مشان عيون غزة وهاي الأمور، هي خايفة على نفسها. تتحدث دائما أنه إسرائيل بدها تيجي وتقسم تركيا هي نفسها. لو تستطيع تركيا منع أحمد الشرع، لما ترددت لحظة واحدة أنه تمنعه أنه يتواصل مع الإسرائيليين أو يتفقوا، أمر غصبا عنه، غصبا عن الأتراك. هذا أمر هام للغاية. طبعا إذا تحول أحمد الشرع لحليف لإسرائيل، شو تكون الحاجة لتركيا في سوريا بعدين؟ هل يستطيع الأتراك أن يضغطوا على أحمد الشرع باتفاقيات ولأنه ما عنده خيار أحمد الشرع غير الأتراك، كل العالم عاديته، كل العالم لا تعترف فيه، كل العالم عاملة عليه عقوبات وأمور، ما بقى يحتاج إلى تركيا نهائيا. وقتها سينتهي دور الأتراك بشكل نهائي في سوريا، ووقتها راح يندفع العالم كلياته إلى دخل سوريا. نعم، لكن عليه تنفيذ الشروط الأمريكية كمان، طرد المقاتلين الأجانب. طرد المقاتلين الأجانب يعني هناك معركة داخلية بين صفوف أحمد الشرع. طيب احنا اللي شايفينه الآن شو اللي عم بيصير في سوريا؟ كل دائرة حكومية فيها شيخ، كل دائرة حكومية الآن أصبح الشيخ. يعني إذا بدك تروح تعمل أي معاملة بدك تراجع الشيخ. مين هذا الشيخ؟ الشيخ يعني مدير التربية ما بيقدر يسوي شيء، لازم تراجع الشيخ. مدير المواصلات ما بيقدر يسوي شيء، لازم تراجع الشيخ.
الشيخ هو مسيطر على كل شيء، هو نائب الوالي اللي هو اللي من عنده تدور كل الأمور. كيف بده هذا كلياته ينحل في سوريا؟ المسألة نعود إلى المربع الأول هون، إنه الموضوع صعب جدا على أحمد الشرع، ليس بالسهولة اللي أنتم متخيلينها. الانقلاب على هؤلاء الشيوخ كلياتهم يعني حرب أهلية في سوريا، يعني صراع كبير ودموي جدا. صعب جدا أنه يستطيع بكل سهولة من دون مساعدة الغرب والتحالف الدولي وإسرائيل أنه أحمد الشرع ينجح ويقضي على هؤلاء كلياتهم. طيب شو بده يصير إذا استمر هذا الوضع والضغوط الأمريكية والضغوط الإسرائيلية؟ هذا يؤدي إلى تقسيم البلد لا محالة. هذا رح يؤدي إلى تقسيم البلد لا محالة. خلص بده الساحل بيكون منعزل، وفرنسا رح تدخل قريبا في الموضوع هذا أيضا، والجنوب السوري رح ينقسم، وشرق الفرات والمناطق الثانية اللي رح يحاربوا فيها أيضا الكتائب التركية اللي رح يطلعوها، ويظل الدولة الوسط اللي هي رح تكون تحت إمرة الشيوخ. هل سيقبل الغرب بهذا الشيء؟ هل سيقبل الغرب أنه وسط سوريا؟ وحقيقة الأمر الآن أحمد الشرع لا يسيطر إلا على 3 محافظات، يعني حتى دمشق بدأت تخرج من إيده رويدا رويدا بعد ما دخل إسرائيل على ريف دمشق. يعني عنده هو حماة وحمص وحلب، ما عنده شيء تاني، يعني ما بيسيطر غير على ربع سوريا. حتى الساحل مو بإيده كله على فكرة، رح يخرج من الساحل لا محالة، ما في حل، ومضطر رح يخرج منه. رح تبقى سيطرته على المدن، حتى أرياف تلك المدن ما رح يسيطر عليها، يعني لا ريف حلب ولا ريف حمص ولا ريف حما، ما رح يقدر يسيطر عليها. فهو أساسا ما رح يبقى إلا حكومة ربع سوريا، هاي يسموها الجمهورية العربية السورية أو الجمهورية الإسلامية السورية. يعني مثلا بسبب هذول الشيوخ الموجودين، هل سيرضى الغرب بهذا الموضوع؟ ما أعتقد أبدا. هنا في مقال: يريد الرئيس الأمريكي ضرب نجاح سوريا ولكن ليس على حساب المصالح الأمريكية، وبينما تسعى هذه الإدارة إلى إعادة الانخراط في البناء، ستواصل الحذر من جميع التهديدات ومراقبة التقدم المحرز في الأولويات الرئيسية، اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل والتصدي للإرهابيين الأجانب وترحيب الإرهابيين الفلسطينيين وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية، ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على منع عودة داعش وتولي مسؤولية مراكز احتجاز داعش في سوريا. طيب مين داعش؟ شو الفرق بين داعش والقاعدة أساسا؟ وهذول اللي موجودين الآن السلفية الجهادية اللي موجودين معه والشيوخ اللي موجودين معه، شو الفرق ما بينهم؟ هو نفس الفكر؟ هو بده يحارب تنظيمه؟ سؤال: هل سيحارب أحمد الشرع تنظيمه؟ مسألة صعبة جدا للغاية. كل الناس مفكرين أنه انتهى ورفعت العقوبات على سوريا، سيتم تخلي عن قوات سوريا الديمقراطية مقابل توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل. بس مو عارفين شو هاي الاتفاقية ومين هاي الاتفاقية وشو دخل شرق الفرات باتفاقية السلام اللي تكون مع إسرائيل. يعني هنا شوف التناقض الغريب والعجيب. اتفاقية السلام مع إسرائيل ستسمح للأتراك بالهجوم مع أحمد الشرع على شرق الفرات وإنهاء شرق الفرات، هاي ضمن الاتفاقية. والإسرائيليين يقبلون بهذا الشيء ومتفرجين يعني، وينهون الأخوة الدروز أيضا في الجنوب والعلويين، وترجع سوريا الجمهورية العربية السنية الأموية الإسلامية، وينتهي كل شيء. مجرد أنه أحمد الشرع
يوقع سلام مع إسرائيل. هيك تفكيرهم وهيك ترويجهم يعني. وهذا أمر غريب جدا، غريب جدا يعني التفكير بالطريقة هاي. مشروع إسرائيل تتنازل عن إسرائيل تتنازل عن كل مشاريعها، وتتنازل عن إسرائيل الكبرى، وتتنازل عن المشاريع الإبراهيمية و... وانتهى الموضوع. والأتراك يطبقون الاتفاق الملي ويسيطرون على سوريا والعراق وإيران حتى، وإسرائيل تخرج من المعادلة الإقليمية بشكل نهائي. هيك التفكير. على كل، خلال الأيام القليلة القادمة راح تشوفوا هذا كلياته بوسائل الإعلام، وتبلش الفضائح اللي راح يعتبرها كثير من العرب اتفاقيات خيانية وانقلاب كثير على أحمد الشرع. وراح تشوفوا يحصل الصدامات حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتنقسم الناس ما بين ناس بتأيد أحمد الشرع واتفاقية السلام اللي راح تحصل مع إسرائيل، وما بين ناس اللي راح تعتبره خائن ويهودي ونصراني وجاي ينفذ مخططات إمبريالية عالمية ومؤامرات على الشعب العربي. وراح تشوفوا الصراع اللي راح يحصل ما بين الأطراف كلياتها، وتفرجوا وقتها ولا تشاركوا بشيء، بس تفرجوا على الصراع اللي راح يحصل ما بين جماعة بني أمية وجماعة السوركيين وجماعة الجهاديين وجماعة الإسلاميين وجماعة المطبلين لأحمد الشرع نفسه.